اتحاد الغرف التجارية بتتوقع انخفاض أسعار 5 سلع مهمة قبل شهر رمضان المقبل زي القمح والدقيق والزيوت والرز والفول المستورد. النهاردة نزيف استمرار هدوء أسعار الفاصوليا. وصل سعر طن الفاصوليا النهاردة من 49,000 ل49,500 جنيه، وتسليم المحطات 50,000 جنيه للطن. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، وهنتكلم عن أسعار مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معانا في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار المحاصيل الزراعية. هنبدأ بأسعار الخامات. أسعار الخامات النهاردة بتتفاوت الأسعار الحالية، وده ملوش علاقة بالعرض والطلب النهاردة، لكن على حسب الكمية وطريقة السداد والجودة ووقت التنفيذ. لذلك يفضل الشراء في منتصف الأسبوع لأن الاستقرار وفجوة السعر بتكون أقل. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي النهاردة 13,500 جنيه، والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 13,500 جنيه، والذرة البرازيلي والأرجنتيني في المدشات النهاردة شكاير 50 كيلو تنفيذ لدى التجار اليوم. متوسط سعر الطن 14,100 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الذرة الأوكراني من أرض المينا 12,600 جنيه للطن، والذرة الأوكراني في المدشات النهاردة وتنفيذ لدى التجار اليوم شكاير 50 كيلو ب13,200 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي متوسط سعر طن الذرة الأصفر تنفيذ لدى التجار اليوم من 13,500 جنيه ل 13,700 جنيه. أما الذرة الأبيض تنفيذ لدى التجار النهاردة متوسط سعر الطن من 13,700 جنيه ل 14,000 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار فول الصويا 44% بروتين ثبت في الأسعار 18,500 جنيه للطن، وسعر فول الصويا 46% بروتين ثبت في الأسعار 19,500 جنيه للطن. أما فول الصويا المحلي متوسط سعر الطن من 22,500 جنيه ل 23,000 جنيه. بالنسبة لأسعار الردة 11,500 جنيه للطن، وسعر الكزب العباد 36% بروتين 15,800 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار اللب العباد فيها تحسن النهاردة نتيجة طلبيات التصدير اللي اشتغلت، واتحسن سوق الرز العباد. وصل سعر الكيلو من 36 جنيه ل 38 جنيه البضايع العالية الخام. أما البضايع الوسط من 33 جنيه ل 35 جنيه للكيلو. أما بالنسبة لأسعار اللب السوبر البضايع العالية 160 جنيه للكيلو، والبضايع الوسط 145 جنيه للكيلو، والأقليات من 80 جنيه ل 100 جنيه للكيلو على حسب درجة اللون وجودة البضاعة. أما بالنسبة لأسعار اللب الخشابي ثبات في الأسعار 200 جنيه للكيلو للبضايع العالية، والبضايع الوسط 180 جنيه للكيلو. أما لب الكوسة في ثبات في سعر لب الكوسة 190 جنيه النهاردة للكيلو، والبضايع الوسط 175 جنيه للكيلو. أما أسعار الفول السوداني الأربانش الإرداب ب75 كيلو من 2,600 جنيه ل 2,700 جنيه للإرداب، والفول السوداني الأمريكي من 3,300 جنيه ل 3,400 جنيه للإرداب. الإرداب ب75 كيلو خام. أما الفول السوداني الأمريكي المفروز 4,300 جنيه للإرداب. بالنسبة للفول السوداني الNC
العوينات 4400 جنيه للإرداب. متوسط سعر إنتر القطن النهاردة، الإنتر 157 كيلو ونص برا المزادات، جيزة 94 من 9000 جنيه ل9200 جنيه، وفي مناطق نفذت ب9300 جنيه للإنتار. بالنسبة لأسعار السمسم دي للجمل، متوسط سعر الطن 95000 جنيه، والسمسم الأبيض من 79000 ل80000 جنيه للطن. أما السمسم الشندويل 3 بيقل 2000 جنيه عن سعر السمسم دي للجمل، والسمسم الكشري بيقل حوالي من 2000 ل 3000 جنيه عن سعر السمسم الأبيض. أما بالنسبة لأسعار الفول النهاردة، سعر الفول البلدي الإرداب 155 كيلو تلاجات بيتراوح سعر الإرداب من 6600 جنيه ل 6800 جنيه للبضايع العالية. أما البضايع الوسط من 6000 جنيه ل 6200 جنيه. وسعر الفول الأسباني النهاردة 6300 جنيه للإرداب تلاجات الإرداب 155 كيلو. أما بالنسبة لأسعار الفول البلدي المفروش سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو، الفول البلدي الصحيح 50000 جنيه للطن. أما الفول الأسترالي من 31000 ل 32000 جنيه للطن، والفول الصحيح الإنجليزي 29000 ل 30000 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الفول المجروش البلدي العريض 38000 جنيه للطن، والفول المجروش الأسترالي 36000 جنيه للطن. أما الفول المجروش الليتواني ف27000 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الرز اليوم، فوصل سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب البضايع العالية المخدومة كويس زيت وبخار وسوروتكس شكرا كمبيوتر من 27800 جنيه ل 28000 جنيه للطن. أما عن أسعار الرز الأبيض الرفيع كسر 5% بضايع عالية زيت وبخار وسوروتكس بيتراوح سعر الطن من 26000 جنيه ل 26300 جنيه. وبالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع كسر من 20 ل 40% متعبى في شكاير عادية مخلوط عليه كسر الرز الخشن بيتراوح سعر الطن من 22700 جنيه ل 23200 جنيه على حسب جودة البضاعة ونسبة الكسر. أما أسعار الرز الشعير العريض وصل للمضرب بيتراوح سعر الطن على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة من 17800 جنيه ل 18000 جنيه. وسعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب على حسب جودة البضاعة من 16600 جنيه ل 16800 جنيه للطن. وأسعار مخلفات الرز السرس المطحون 2000 جنيه للطن، كسر الرز الناعم 13200 جنيه، سعر الكونة 10800 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.